لو انت طالب في امريكان او طالبة طبعا او حتى مامي عايزة تطمن على اولادها اللي لسه محولة لهم لامريكان، فما تقلقوش لان في الفيديو ده هجاوبكم على كل الاستفسارات اللي هي في دماغنا دلوقتي وحاسين احنا قلقانين منها. في الفيديو ده هنجاوب على ايه هو نظام الدبلومة الامريكية في مصر وازاي بيتحسب السكور بتاعنا، ايه الفرق بين الاي اس تي والاي سي تي اللي في ناس بتقول عليهم اكت وايست، ايه الفرق بينهم وايه انسب واحد ليا او لابني. كمان هنجاوب على اسئله السكور وايه السكور المفروض اجيبه عشان اخش جامعه حكوميه او جامعه خاصه. كمان هنتكلم على ازاي اسجل في كل امتحان منهم واعرف المواعيد بتاعته. مش بس كده، كمان هسيب لكم رقمي على الواتساب لو حد عنده اي استفسار يقدر يتواصل معايا مباشره. معاك معمر عادل، خبرة أكتر من 10 سنين في تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات. تعالوا نبدأ بأهم سؤال، إيه هي الدبلومة الأمريكية وإيه النظام بتاعها وليه ناس كتيرة بتحول الأمريكان في الهاي سكول؟ درجتك في الدبلومة الأمريكية بتتوقف على الجي بي اي بتاعك، وده بيكون عليه نسبة 40% أو 40% من الدرجة بتاعتك. وبعد كده الجزء الثاني والأكبر بيكون على امتحان من دول EST1 or ACT1 or SAT 1. يبقى انت مش لازم تمتحن الثلاثة، انت ممكن تمتحن واحد فقط، ولكن انت قدامك اكتر من محاولة وتقدر تجرب في الثلاثة. برضو في الفيديو ده هنتكلم على الفرق من الامتحانات دي وازاي اختار الانسب ليا. درجتي في الامتحان ده بتبقى عليها 60% 60% من التوتال بتاعي، ولكن لو انا السكور بتاعي كان كويس يعني اعلى من 1090 هي الدرجة التوتال بتكون 1600. لو انا السكور بتاعي كان 1090 او اعلى فساعتها بتتحسب النسبة في 69% مش ب 60%، وبالتالي ممكن تجيب اعلى من 100% لان انت عندك 40% على الجي بي اي، وعندك ساعتها لو انت درجتك عالية هتبقى 69% على الامتحان ده، وبالتالي هيكون السكور بتاعك اعلى من 100%. مش بس كده، انت كمان بيكون عندك فرصة ان انت تعلي لو انت كمان داخل جامعة علمية، يعني سواء بقى طب او اسنان او هندسة، فانت لازم تدخل امتحان تاني اسمه ال EST2 او ال ACT2، وده عليه 15% من الدرجة بتاعتك، فيبقى التوتال 115% او اعلى زي ما قلنا لو انت جايب سكور كويس. يبقى التوتال هو جمع الجي بي اي، ودي الدرجات اللي انت بتجمعها في المدرسه من الكويزز والبروجكتس والهومورك، التوتال بتاع اعمال السنه بتاعتك. وبعد كده عندك الامتحان الاول او EST1 او ACT1 وهنعرف ايه الفرق بينهم. والامتحانات دي مين اللي بيمتحنوك في الانجليش والماث. ال ACT او الاكت بيكون في جزء ساينس هنتكلم عليه برضو بالتفصيل. طيب بالنسبه لل EST2 او ال ACT2 فده بيكون امتحان زياده لو انت داخل كليه عمليه او لو انت عايز تعلي السكور بتاعك، وبتختار فيه 2 subjects. اغلب الطلبه بيختاروا البايو وبيختاروا الماث 2. برضو الدرجة بتتحسب ازاي؟ زي ما اتفقنا هيبقى عندي 40% على الجي بي اي بتاعي. لو انا دخلت EST1 وجبت مثلا 1200 او 1200 فساعتها الدرجة هتتحسب ازاي؟ بنحسب 1200 على التوتال اللي هو 1600 هضربهم في 60%، بس هنا عشان الدرجة بتاعتي عالية فممكن كمان اضربهم في 69%، هيديني ان السكور بتاعي هو 51 و75%. بعد كده الطالب دخل EST2 وجاب 1100، هتتحسب ازاي؟ هنحسب برضو ال 1100 اللي هو جابهم على توتال الامتحان اللي هو 1600 وهضربهم في 15%، وهضربهم في 15 ساعتها هيديني 10 و31. توتال بقى التلاتة دول هجمعهم مع بعض يديني التوتال سكور بتاعي اللي هو هيكون 102%. بكده نكون عرفنا السيستم في الامريكان دبلوما وعرفنا ازاي بتحسب السكور بتاعنا. ننتقل بقى لسؤال مهم، ايه الفرق بين الاي اس تي اللي بعض الناس بتقول عليه ايست والاي سي تي اللي بعض الناس بتقول عليه اكت؟ مش هنتكلم على نيو ديجيتال سات او ديجيتال سات لان انت عشان تمتحنه لازم تكون قاعد بره مصر، فممكن نتكلم عليه في فيديو لاحق. مين اسهل ومين انسب ليا او لابني؟ تعالوا نشوف مع بعض. ايه الفرق بين الاي اس تي والاي سي تي؟ الاي اس تي 1 بيكون مقسوم لحاجتين اساسيتين، هي الانجليش والماث. الانجليش بيكون عليه 800 درجه والماث بيكون عليه 800 درجه، فالتوتال بتاعهم بيكون 1600. الانجليش بيكون مقسوم برضو لورقتين، ليترسي 1 اللي هي الرايتنج اللي هي عباره عن جرامر وبنكشويشن وادنج وديليتنج، اوكي، ودي بيبقى 44 سؤال. وبعد كده الريدنج عباره عن passages وعليها comprehension، فدي بتبقى 52 سؤال. التوتال بتاعهم بيبقوا 800 درجه. اما الماث فبيكون عندك جزئين برضو، جزء
من غير كالكوليتر، من غير آلة حاسبة، بيبقى 20 سؤال، وجزء بكالكوليتر بيبقى 38 سؤال، والتوتال برضو بتاعهم بيبقى 800 درجة، بحيث توتال الامتحان يبقى 1600 زي ما قلنا. بعد كده معانا امتحان ال ACT. بيكون عندنا أول جزء هو الإنجليش، وبرضو هو عبارة عن الرايتنج زي الرايتنج اللي هو في ال EST، ولكن أطول شوية، عبارة عن 75 سؤال. بعد كده بيكون عندنا الماث، هو عبارة عن 60 سؤال، ولكن بيكون كله بالكالكوليتر، مفيهوش جزء كده وجزء كده. بعد كده بيكون عندنا الريدنج أو القراءة والباسجز، ودي بتكون 40 questions، يعني أقل شوية من الريدنج بتاع ال EST. وأخيرا بيكون عندنا جزء مش موجود في الاي اس تي، وهو الساينس، ولكن ما تتخضوش، هو مش ساينس، مش جزء صعب، يعني مش كيمستري او بايو او حاجه سبيسيفيك، هو عباره عن يعتبر ريدنج ولكن مع بعض المعلومات اللي هي ليها علاقه بالساينس، فعباره عن 40 سؤال، واحنا بنذاكرهم في الكورس بتاعنا بتاع الانجليش. طبعا سكور الاي سي تي بيتحسب من 36، اعلى درجه فيه هي 36، من 1 ل 36، اما هنا بيكون من 400 ل 1600. طبعا سكور اي واحد فيهم ممكن يتحول للسكور التاني عن طريق الجدول اللي قدامكم ده، فلو انت مثلا جبت 21 في الاي سي تي كانك جبت 1090 في الاي اس تي. طيب الجامعات في مصر بتقبل الاثنين عادي، تقدر تخش ده او تقدر تخش ده، تقدر تخش مره ده ومره ده وتختار الاعلى، ولكن ايه الانسب ليك انت؟ تعال نشوف ايه الفرق بينهم عشان نقدر نحدد ايه الانسب ليك. طبعا الموضوع بيختلف من شخص للتاني، عشان كده انا بنصح ان انت تخش الاثنين وتجرب السكور بتاعك في كل واحد فيهم. انت عندك هديه في الامريكان دبلومه ان تقدر تخش اكتر من محاوله واكتر من نوع امتحان، وفي الاخر زي ما اتفقنا هم بنسبه 90% قريبين من بعض، وبالتالي اللي هتذاكره هنا هينفعك هنا، واللي هتذاكره هنا هينفعك هنا. اللي بيختلف بس هو طريقه الامتحان، ودي ممكن بنتمرن عليها طبعا قبل كل ترايل. ايه الفروقات ما بينهم؟ اهم الفروقات ان هنا في الاي اس تي ما عندكش ساينس سيكشن، اما في الاي سي تي بيكون عندك ساينس سيكشن. اتفقنا هو سيكشن بسيط، وممكن اصلا في ناس ما بتحلوش، ولكن طبعا احنا لازم نحله حتى ولو هتحله باي لك، لان هو هيعلي السكور بتاعك، خاصه لو انت دخلت جامعه بره مصر. في الاي اس تي 1 توتال الاسئله اقل من الاي سي تي، وبالتالي هنا انت عندك وقت اكتر بير كويستشن، على عكس الاي سي تي اللي بيكون وقت اقل شويه بير كويستشن. ولكن في المقابل هنا عندك الأسئلة بتحتاج وقت أكتر في التفكير، لأن في أسئلة كتيرة بتبقى معتمدة على الإيفيدنس وعلى الكونتنت بيست، أما هنا بيبقى الموضوع دايركت شوية، الأسئلة فيها كتيرة، أسئلة دايركت وأسئلة كتيرة على المين ايديا، وبالتالي ممكن يكون سرعة حلك للسؤال أسرع. بالنسبة للماث فهنا بيكون في جزء بالكالكوليتر وجزء من غير كالكوليتر، أما في الاي سي تي فكله بيكون بالكالكوليتر. هنا الماث بيشكل نص الامتحان، 800 درجة على الماث، فلو انت شاطر في الماث فانصحك تخش اي اس تي. اما هنا الماث بيشكل فقط ربع الامتحان، والجزء الاكبر بيكون على الانجليش، فلو انت اشطر في الانجليش تدخل الاي سي تي. السكور رينج هنا بيكون من 400 ل 1600، اما هنا السكور رينج زي ما قلنا بيكون من 1 ل 36، ولكن دي مش هتفرق لان هما في الاخر الاثنين بيتحولوا لبعض عادي. هنا بيكون الامتحان بيبر اكتر، فلو انت بتحب تقرا من الورق فده هيكون افضل ليك، اما هنا بيكون كمبيوتر بيست، فلو انت عايز تمتحن على الكمبيوتر فده هيكون افضل ليك. الاي اس تي بيتقبل في مصر، جامعات مصر فقط، اما الاي سي تي هيفتح لك باب ان انت تخش في مصر او بره مصر، فانت شوف انت عايز ايه بالظبط. لو انت اشطر في الماث ادخل على طول، اكيد ادخل الاي اس تي، اما لو انت اشطر في الانجليش ادخل على طول الاي سي تي، اما لو انت الاثنين زي بعض تبدا بقى احسب على الحاجات التانية. هل انت من النوع اللي هو بيقدر يقرا بسرعه باسجز اطول في وقت اقل، يبقى خش الاي سي تي. اما لو انت من النوع اللي بيحب يفكر شويه في السؤال ويقدر ان هو يستنتج حاجه فخش الاي اس تي. طبعا احنا ممكن نعمل دايجنوستيك تيست مع بعض في الكورس بتاعنا، وبنحدد في اول كلاس اذا كان انسب ليك تخش ده ولا ده، ومع ذلك انا بريكومند ان انت تخش الاثنين. هل يا مستر عمار اقدر اخش جامعه حكوميه لو انا طالب امريكان دبلومه؟ طبعا تقدر، ولكن في عندنا شرط. بالنسبه للسكور المطلوب لازم لو انت حابب تخش جامعه حكوميه على الاقل تجيب 1050 على الاقل عشان تبدا يتفتح لك حاجات حكوميه. طبعا لو انت عايز طب او هندسه او كليه من كليات القمه فده هيتطلب منك شغل كبير، وهيتطلب ان انت تجيب اعلى سكور ممكن في الاي اس تي واعلى سكور ممكن في الجي بي اي بتاعتك. اما بالنسبه للجامعات الخاصه فبتبدا عادي من 800، يقدر يتفتح لك بعض الكليات الادبيه زي الاعلام مثلا او غيرها من الكليات الخاصه، تقدر ان انت كمان بسكور اقل من الجامعات الحكوميه تدخل جامعه خاصه في المجال اللي انت عايزه زي طب وهندسه وغيرها.
كمان في نقطة مهمة هنا لازم تخلي بالك منها، ما تستخسرش وتخش محاولات أقل في ال EST، لأن أنت لو جبت سكور أعلى هتقدر أنت تخش جامعة خاصة بسعر أقل. عشان كده دايما بشجع الطلبة بتوعي إن هم ما يكتفوش بمحاولة واحدة، حتى لو جابوا سكور كويس نوعا ما يحاولوا يعلوا أكتر ويجيبوا أقصى درجة ممكنة، عشان حتى لو هيخشوا جامعة خاصة يخلوا البيرنتس بتوعهم يدفعوا طبعا أقل. ازاي اسجل في الامتحانين سواء ال EST او ال ACT؟ تعال نبدا الاول بازاي اسجل في ال EST او ال EAST. عشان تسجل في ال EST فانت هتخش على الويب سايت، انا هحط لكم اللينك في الديسكربشن، او لو انت مش واصل للديسكربشن ابعت لي على الواتساب وابعت لك اللينك، وهتخش تسجل بالطريقه التاليه. هنا هتحط البيانات بتاعتك عادي، تحط الاسم وتحط الرقم والايميل والباسورد، وتدوس ان انت بتاكسبت وبتاجري مع الكونديشنز. كمان هيطلب منك بعض الحاجات الشخصيه زي الرقم القومي. بعد كده هندخل على تيست ريجستريشن من هنا، وهنبدأ نختار ان احنا عايزين EST1 او EST2. هندوس على الامتحان. subject هنختار ان احنا عايزين with او without essay. طبعا اغلب الناس بتمتحن بدون الاساي، لان الاساي مش مطلوب قوي في الجامعات، وكده كده مش معترف بيه مره مصر، فبنمتحن اللي هو without essay، وبيكون تكلفته حتى الان 3980 جنيه. نختار السيتي اللي احنا عايزينها، المنطقه، كمان ممكن احط هنا الكليات اللي انا حابب اقدم عليها، وبعد كده بختار proceed to check out عشان اروح للبيمنت او الدفع. هحط بقى بيانات الدفع بتاعتي عادي واكمل البروسيس بتاعتي. ازاي بقى نسجل في ال ACT او ال ACT زي ما بنقول عليه ساعات؟ فعشان اسجل فيه هعمل برضو لوجن عادي بالاكونت بتاعي. بعد كده هختار register for the ACT من هنا، هيبدأ يديني هنا تفاصيل، هقول له begin registering. هختار ان انا outside the US. بعد كده هنا هيقول لي لو انت عايز اي مساعدات، هقول له no. كده يقول لي اختار عايز برايتنج ولا من غير رايتنج، فاختار مثلا نو رايتنج. هنا هبدا بقى اختار السيتي والمدينه والبليس، واكمل بعد كده لحد البيمنت. طيب نتيجه الترايل بتطلع امتى؟ بالنسبه للاي اس تي فالمفروض ان هي بتطلع بعد اسبوعين من الامتحان، بس طبعا مش شرط تخرج بالظبط بعد اسبوعين، ساعات بتتاخر. اما الاي سي تي فبتطلع من 5 ل 8 اسابيع. شكرا لمتابعتكم، تواصلوا معايا على الواتساب لو عايزين تسجلوا معايا في كورسات تحضير الاي اس تي او الاي سي تي او النيو ديجيتال سات، وطبعا هتشرف باي استفسار ليكوا على الواتساب. كمان ما تنسوش تخشوا معانا على جروب الفيسبوك والواتساب اللي بيكون عليهم free material و free practice mock tests. Thank you for watching. Bye bye.